مورجان ميكال في كتابه هاي فلايرز بيقول: للأسف الناس غالبا بتحب الحاجات اللي بتقف ضد نموهم. الناس بتحب تستخدم نقاط قوتهم عشان يحققوا نتائج سريعة ومبهرة، حتى لو ما كانوش بيطوروا المهارات الجديدة اللي هيحتاجوها بعدين. الناس بتحب تصدق إن هما زي ما الناس بتقول عنهم، ومش بياخدوا ضعفهم على محمل الجد. الناس مش بتحب تسمع الأخبار السيئة أو النقد، وكمان عندهم مخاطرة كبيرة في إن هم يسيبوا الحاجة اللي هم شاطرين فيها ويحاولوا يتقنوا حاجة جديدة. وطبعا العقلية الثابتة بتخلي المخاطرة دي تبان كأنها أكبر من الواقع. هنتكلم عن المديرين الوحشين. مورجان ميكال بيشرح حاجة مهمة جدا. لما القادة يحسوا إن هم أحسن من كل الناس بطبعهم، بيبدأوا يصدقوا إن احتياجات ومشاعر الناس اللي تحتهم مش مهمة. والقادة اللي بعقلية ثابتة عمرهم ما اهتموا بالموظفين العاديين، وكتير منهم بيحتقر الناس اللي تحتهم في السلم الوظيفي على طريقة خلي الناس على أعصابها، وبيبدأوا يسيئوا للموظفين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. القائد أيكوكا مثلا كان بيلعب ألعاب صعبة مع التنفيذيين عنده عشان يفضلوا يحسوا إن هم في حالة قلق دائم. وجيري ليفن من شركة تايم وارنر زملائه كانوا بيشبهوه بالإمبراطور الروماني القاسي كاليجولا. وسكيلينج كان معروف بسخريته القاسية من أي حد أقل منه في الذكاء. وهارفي هورنستاين خبير القيادة في الشركات كان بيقول في كتابه المديرين الوحشين إن النوع ده من الإساءة بيظهر رغبة المدير في تعزيز شعوره بالقوة والقيمة والكفاءة، بس على حساب مرؤوسيه. فاكرين لما قلنا الناس بعقلية ثابتة عايزين يقارنوا نفسهم بالأقل منهم؟ هنا المبدأ نفسه، لكن الفرق إن المديرين دول عندهم القدرة يخلوا الناس فعلا أقل منهم، ولما يعملوا كده بيحسوا إن هم أفضل. عندنا كمثال شركة سان بيم. المدير التنفيذي في الشركة كان بيسمي نفسه إن هو مثالي، لكن ده كان مجرد مسمى رسمي للإساءة اللي كان بيعملها. أحيانا الضحايا بيكونوا هم الناس الأقل موهبة، وده بيغذي إحساس المدير بالتفوق، لكن في أغلب الأحيان الضحايا هم الأقدر والأكفأ، لأن دول هم اللي بيشكلوا تهديد حقيقي للمدير بعقلية ثابتة. ولما المدراء يبدأوا يذلوا الموظفين، كل الشركة بتتغير. كل حاجة بتدور حوالين إرضاء المدير بدل ما تدور حوالين شغل الشركة. كولينز لاحظ في كتابه من جيد لعظيم إن في شركات كتير اللي ما بقتش عظيمة أو حتى رجعت للمتوسط. القائد بقى هو الشغل الأساسي اللي الناس بتقلق منه. في اللحظة اللي القائد بيسمح لنفسه إن هو يبقى الحقيقة الأساسية في الشركة بدل ما الحقيقة هي شغل الشركة. وعندنا مثال عملي في الستينات والسبعينات. بنك تشيز منهاتن كان تحت حكم قائد مسيطر جدا. مدراءه كانوا عايشين في خوف يوميا من عدم موافقته. يعني في نهاية اليوم كانوا بيتنفسوا السعداء، خلاص خلص اليوم وما حصلش حاجة. حتى بعد أيام من قوته وسيطرته، كبار المديرين كانوا بيرفضوا يجربوا أفكار جديدة. ليه؟ لأنهم خايفين من عدم موافقته. وماكدونالد في شركة بروز كان بيحرج المدراء علنا على أي خطأ، لدرجة أنه منعهم من الابتكار. رغم أن بروز كانت في بداية صناعة الكمبيوتر، الشركة خسرت. نفس الحاجات حصلت في تكساس، إن المدير لو ما عجبهمش عرض كانوا بيزعقوا ويضربوا على الترابيزات ويهينوا المتحدثين. لما المدراء يبقوا مسيطرين ومسيئين، كل الناس حواليهم بتبدأ تفكر بعقلية ثابتة بدل ما يتعلموا ويتطوروا. كل الناس بيبدأوا يقلقوا من الحكم عليهم، والكلام ده بيبدأ بخوف المدير وبعدين بينتشر لكل الموظفين. وفي الحالة دي الشجاعة والابتكار تقريبا ما بيقدروش يعيشوا في الشركة. اللي اتعلمته من التجارب دي إن الثقة الحقيقية في نفسك مش في اللقب اللي معاك، ولا في البدلة الغالية، ولا العربية الفخمة،
ولا سلسلة الاستحواذات اللي عملتها. الثقة الحقيقية بتبان في طريقة تفكيرك واستعدادك إنك تتعلم وتتطور. الاستعداد ده هو اللي بيميز القائد اللي عنده عقلية قابلة للتطور عن القائد التاني اللي عنده عقلية ثابتة. جايك ويلش مش بس ركز على نفسه، ده ركز على الناس اللي حواليه. اتعلم إن القادة الحقيقيين مش بيستعملوا شركتهم عشان يثبتوا عظمتهم، لأ، بيستعملوها كأداة للنمو والتقدم لأنفسهم وللموظفين وللشركة كلها. بدل ما يركز على كلمة أنا البطل، بدأ يركز على إحنا الفريق، وده غير كل الثقافة في شركة GE. سنة 1980 الشركة كانت قيمتها 14 مليار دولار لما جايك بدأ في GE، وبعد 20 سنة وصلت القيمة على وول ستريت ل490 مليار دولار. كانت أغلى شركة في العالم كله، لكن اللي أثر في الناس أكتر من الأرقام كان أسلوبه في التعامل مع الناس. كان بينزل على خطوط الإنتاج ويسمع للعمال ويفهم مشاكلهم ويشجعهم على التطوير، مش زي القائد أيكوكا اللي كان في القصر الفخم مع الخدم. الموضوع مش بس أرقام وأرباح، ده كمان عن الفريق. وفي مذكراته جايك كتب بيقول إنه بيكره يستخدم كلمة أنا، وكل اللي عمله في حياته كان بالشراكة مع ناس تانية. الناس دول هم اللي عملوا الرحلة ممتعة ومليانة تعلم، وكتير منهم كانوا بيخلوه يظهر إن هو يورينا أفضل ما عنده. من هنا شايفين التحول من أنا عايز أثبت نفسي في عقلية المديرين الثابتة لإحنا مع بعض في عقلية قابلة للتطور. اللي بيميز القادة بعقلية نامية هو إن الثقة الحقيقية هي الشجاعة إنك تكون منفتح تستقبل التغيير والأفكار الجديدة مهما كان مصدرها. مش مهم اللقب ولا العربية ولا الإنجازات اللي معاك، المهم هو استعدادك إنك تتطور وتنمو وتخلي شركتك وكل الناس حواليك تنمو معاك. اللي عمله جايك ويلش مش بس كان درس شخصي، لأ، ده كمان كان تطوير لمهاراته الإدارية، ومن تجاربه اتعلم هو عايز يكون إيه كمدير بعقلية نامية، يعني يكون مرشد للناس مش حكم عليهم. كمان اتعلم ان هو ازاي يختار الناس مش على حسب الشهادات اللي معاهم، لكن على حسب طريقة تفكيرهم والعقليات اللي جواهم. لكن بعد فترة فهم ان المهم ان يدور على كفاءة الناس، وبعد كده جات له فرصة ان هو يبقى الرئيس التنفيذي. كل مرشح من الثلاثة كان لازم يقنع المدير التنفيذي الحالي ان هو الافضل للوظيفة. جايك قدم نفسه على أساس قدرته على النمو والتطوير، ما قالش أبدا إن هو عبقري أو أعظم قائد في التاريخ، لكنه وعد إن هو هيتطور وخد الوظيفة ووفى بوعده، وعلى طول فتح قنوات للحوار والتغذية الصادقة، وبدأ يسأل المدراء التنفيذيين عن الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي مش بيحبوها في الشركة وإيه اللي محتاج يتغير. والمفاجأة كانت كبيرة عليهم، وهو عرف كمان إن هو يقضي على المدراء الوحشين اللي كانوا قبليه، بعكس أيكوكا اللي كان بيتسامح مع المدراء اللي بعقلية ثابتة، وأحيانا كان بيعجب بيهم لأنهم ما بيخلوا العمال يشتغلوا، وده كان بيخدم أرباحه. وكمان جايك كان بيكافئ العمل الجماعي بدل العبقرية الفردية. شركة إنرون بتكافئ المخترع الوحيد للفكرة، لكن جايك حب يكافئ الفريق كله اللي حول الفكرة لواقع، وبالتالي القادة تشجعوا إن هم يشاركوا الفضل مع فرقهم بدل ما ياخدوا كل الفضل لنفسهم. ده فرق جامد في طريقة تعاملنا مع بعض. جايك ويلش ما كانش مثالي، لكنه كان مكرس نفسه للتطور والنمو والتفاني. ده كان بيخلي الأنا تحت السيطرة ومربوطة بالواقع ومتصل بالإنسانية، وفي الآخر ده خلى رحلته ناجحة ومليانة معنى لآلاف الناس.